الجمعه اللي نصه بيضيع بدل ما يكون يوم كسل ليه ما يكونش يوم خير؟ تخيل كده لو قدرت تخلي يوم الجمعه ده يوم مختلف، مش راحه بس، لا وكمان ده فعل خير يسيب اثر فيك وفي غيرك. التطوع مش حاجه بتساعد بيها غير ده، كمان بيخليك انسان اقوى واعمق واكثر سعاده. طب ليه التطوع مهم؟ واحد، لصحتك النفسيه. الابحاث بتقول ان الناس اللي بتتطوع كانوا اقل عرضه لاكتئاب وتوتر بنسبه 40%. الشعور بالانجاز والسعاده بعد ما تساعد حد لا يوصف يا جماعه من جماله، لا يقدر بثمن بصراحه. اتنين، دي تكوين شخصيتك. لما تشارك في عمل الخير بتتعلم العطاء بدون مقابل، بتتطور عندك مهارات التعامل مع الناس والتواصل وازاي تحل المشاكل، وبتكتشف قوه جواك وبتعرف انك تقدر تعمل تغيير حقيقي في حياه الناس. ثلاثه، للمجتمع. المجتمع القوي هو المجتمع اللي افراده بيساعدوا بعض. لما كل واحد يبدا يعمل حاجه بسيطه ده بيخلق تاثير ضخم وعظيم. هتيجي تقول لي ازاي نبدا؟ نبدا بجمعه الخير. بدل ما الجمعه يكون يوم نوم ولعب ومسلسلات بس، جرب تنزل تشارك في الخير يا سيدي. وعندنا افكار كتير هقول لك زي ايه. شارك في شنط رمضان، تساعد في توزيع الوجبات، تطلع مع جمعيه خيريه وتشوف الحالات اللي محتاجه مساعده فعلا عامله ازاي. يا سلام لو تنزل مع اهلك واصحابك بقى وتخليها تجربه مشتركه جماعيه. حتى لو هتعمل حاجه بسيطه، مجرد انك تبدا دي اهم خطوه. تطوع مش بس مساعدات ماديه، ممكن تشتغل انك تجيب حلول للحالات، ممكن تساعد بمجهودك بفكرتك بعلاقاتك حتى بكلمه طيبه، ممكن تشتغل على ايجاد حلول للحالات بدل ما تدي مساعدات مؤقته بس. ممكن تتواصل مع جهات مختلفه عشان تقدر تساعد حد بجد. ويا سلام ممكن تكون انت الوسيط اللي يربط المحتاج بحد تاني يساعده. من الاخر يوم الجمعه مش لازم يكون يوم ضايع، خليه يوم خير، يوم مميز، يوم تطوع. وتحدي الجمعه بقى، جرب تعمل حاجه خيريه الاسبوع ده حتى لو بسيطه. ولو قدرت شاركنا تجربتك في الكومنتات يبقى عملت فينا خير وبركه يا سيدي. وما تنسيش الكومنتات.